اهلا وسهلا بكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنتكلم على موضوع مهم جدا 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 فوق ما تتصوروا، وهو حاجه بتقابل اغلب الناس او اغلب الشباب. حاجه اسمها عنصر المفاجاه. اول حاجه، مش معنى ان هي اسمها مفاجاه ان هي حاجه حلوه، يعني ان احنا عاملين لك مفاجاه وكده، لا. هفهمك بقى المفاجاه بس من منظور تاني ومنظور مختلف شويه. اول حاجه اعرفك يعني ايه عنصر المفاجاه اللي انا بتكلم عليه في الفيديو ده، وهعلمك ازاي تتعامل مع عنصر المفاجاه ده. تمام، وهقول لك انواع الناس، وانا عايزك تبقى نوع محدد منهم هعرفه لك دلوقتي. طب يا محمد يا علاء، من قبل بس ما الفيديو كده يبتدي، عايزني اكمل الفيديو للنهايه؟ يعني هستفاد منه. بص، انا اللي بقول لك اهو هيفيدك جدا. اتفرج الفيديو لو 4 5 دقايق، انا ما اعرفش الفيديو هيبقى مدته كام، بس لحياتك قدام، فاتفرج هتستفيد جدا. والله المعلومه دي بجد مفيده وهتفيدك قوي. بصوا يا شباب، عنصر المفاجأة ده هو إن أي حاجة تحصل لك ما كانتش أنت متوقعها، بس حاجة مش كويسة. بمعنى، لا قدر الله خسرت شغلك، خسرت حد عزيز عليك، المهم إن هي حاجة أنت ما كنتش متوقعها وحصلت فعلا. فهمت الفكرة اللي أنا عايز أقولها؟ طيب، وليكن مثلا أنت خسرت شغلك. الناس بقى 3 أنواع في الحتة دي. اول نوع، وهو النوع اللي انا عايزك تبقى هو، النوع ده بيبقى عامل زي الفار. هقول لك يعني، طبعا هو عارف تشبيه رخم شويه، بس هيوصل لك المعنى اللي انا عايز اوصله لك جدا. يعني لو انت مثلا كنت بتدي الفار بتاعك جبنه كل يوم، لو انت عندك مثلا فار في الشقه كده اهو، وكنت بتدي له جبنه كل يوم، وجيت يوم ما اديتوش جبنه، اهي ده عنصر مفاجاه بالنسبه له، حاجه هو بيحبها او حاجه هو منتظرها كل يوم ما حصلتش. هو اوتوماتيك هيدور على جبنه في مكان تاني. فهمت الفكره؟ كذلك انت كمان، انت لو خسرت شغلك، انا عايزك تبقى النوع اللي هو اوتوماتيك، روح شوف شغلانه تانية على طول، ما تنتظرش. تمام، افضل دور على الجبنه، اعتبر ان دي جبنه من الاخر. تمام. طب النوع التاني اللي بيقعد يسال، طب انا سبته ليه، طب انا عملت ايه، طب انا مش عارف ايه، طب ويقعد يسال، المهم ان هو هيلاقي شغل، بس هيلاقيه متاخر شويه. لا، الاولاني افضل، لان انا متاكد مليون ما ان الاولاني لقى شغل قبل الشخص التاني. الشخص التالت ده بقى انا مش عايزك تبقى هو الان. ده بقى يقعد يقول ايه؟ اصل الدنيا، اصل مفيش حد بيقف معايا، اصل العيشه اللي انا اصل ما فيش حد بيساعدني في الدنيا دي، اصل انا عايش حياه ما حد. انت عارف لو انا كان مثلا عندي حد بيساعدني، طب اقول لك على حاجه، طب مش مدور على شغل وينام في البيت، تمام، وممكن يموت لانه ممكن كمان مش هيلاقي فلوس فيموت من الجوع. لا، انا عايزك لو حصل لك اي حاجه في مفاجاه في حياتك، على طول اوتوماتيك شوف الاوبشن التاني ايه، ودايما جهز اوبشنات اوبشنز للمفاجآت في حياتك. توقع ان انت ممكن تسيب الشغل ده في اي لحظه، توقعها كده. انا متوقع ان انا ممكن اسيب الشغل ده في اي لحظه. مش شرط تسيبه ان انت مثلا عملت حاجه غلط فيه، لا، ممكن تسيبه يا عم المحل مش جايب هم، معلش يا محمد هنستغنى عن خدماتك. فتوقع كل شيء، وتوقع هتعمل ايه لما الحاجه دي تحصل، عشان ما تبقاش عطلان. فهمت؟ يعني مثلا واحد مثلا يشيل فلوس في حسابه حسابه البنكي، تمام، ليه؟ لا قدر الله لو ساب شغله ولا حاجه، يبقى معاه فلوس سندال لحد ما يلاقي شغلانه تاني. ده راجل جدع. ليه؟ لانه مش مدي الامان. انا مش عايزك تدي الامان لحاجه. انا بقول لك نصيحه، فكر في الكلام اللي انا بقوله، هتلاقي ان الكلام كله محوره ان هو هيفيدك حتما، هيفيدك مليون المية. تمام. انا عارف ان يمكن قناه محتوى مش زي ما قلت لك محتوى ثابت، بس انا محتوايا بفيد الناس. فارجوك ارجوك ما تحطش امان لحاجه ممكن في اي لحظه تزول منك، في اي لحظه. الحياه ما بتمشيش على رتم معين، والحياه ما بتمشيش في خط معين، لا، الحياه فيها تقلبات وفيها اوبشنز دايما بتبقى مش لطيفه. هتعمل ايه مثلا لو انت سبت الشغل بتاعك في اي لحظه؟ لو انت مش مجهز، هو انا عارف ان بص المستقبل ده بتاع ربنا، بس ربنا برضه بيقول لنا خدوا بالاسباب. فما ينفعش دايما تدي الامان لاي حاجه، دايما حط اوبشنز. طب انا لو سبت الشغل هعمل ايه؟ طب انا لو سبت كذا هعمل ايه؟ طب انا لو حصل معايا كذا، طب مش ممكن مثلا يكون بعمل يعني اوبشنز للحاجه اللي لو حصلت. بس يا شباب، اتمنى يكون الفيديو انتوا وصل لكم المعلومه اللي انا عايز اوصلها لكم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، ومتنسوش طبعا تشتركوا وتحطوا لايك. السلام عليكم.